السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بطريقة سهلة جدا وبسيطة وهتعجبكم، مش هتغيروها ابدا. اول حاجة كده معانا كيلو من الدقيق، نص معلقة من الملح، معلقة من السكر. اول حاجة كده بنخلط الحاجات دي كلها مع بعضها، وبنكون مجهزين مية معانا، مية عادية من الحنفية. هنحط كده ونخلط الدقيق بالمية، وهنشوف اذا كنا محتاجين تاني ولا هنكمل عجن على كده. هنخلط كده ونشوف. حمزة طبعا هنا يا جماعة جنبي وقاعد مستني اهو. هنخلط كده. انا طبعا كده انا محتاجة ايه؟ محتاجة مية. بحط كده مية بقى يعني واحدة واحدة لحد لما ياخد القوام اللي انا عايزاه. يعني المية ازود بالراحة، يعني مش كتير مرة واحدة. بالشكل ده انا خلصت المية خلاص، وهبدأ ايه يعني كده. بدأت اني اعجن وخلاص كده لمت معايا. انا عايزاها عجينة طرية علشان اقدر افردها يعني بسهولة. اعجن بقى فيها كده حوالي 10 دقايق، وعشان اخد القوام اللي هو الحلو ده. انا عجنت طبعا، بس ما يعني مش هينفع افضل اعجن 10 دقايق قدام الكاميرا. وهقسمها كده قطع، انا مش عايزة اقطع وانا بعمل. انا هقسمها كده واسيبها بس ترتاح شوية لحد ما اجهز الحاجة اللي هعمل فيها. انا قطعتها كده 9. جبت بقى صينية نضيفة وجبت شوية كده من الزيت. أول حاجة احنا هنفرد بالزيت مش بالسمنة، لأن السمنة طبعا هتجمد ومش مش هتكون أحلى حاجة يعني. أهم حاجة أعمل الزيت الأول في الصينية كويس. وبالطريقة ديت أنا هفرد. هوسع كده بإيدي وأحط زيت وأنا بفرد. كل لما أحتاج إن أحط زيت هحط علشان أفرد كويس. طبعا أنا بعمل كده، يعني هعملها طبقات جوا بعضها. انا مش فارق بقى معايا بقى اذا كانت تتقطع حتة 2 عادي، مش مهم، مش هتفرق. المهم ان انا افرد كويس. افردت اهو. ايوه اتقطعت مني كام حتة عادي يعني. كده كده انا هطبقها وهخليها جوه. بكون مسيحة بقى سمنة بلدي. انا مسيحة السمنة الخليط اللي كنت عاملاها معاكم، اللي هي حولتها من النباتي البلدي، وبعمل بيها الحقيقة. اهو كل ما بطبق اي طبقة لازم احط ايه؟ رشة كده من السمنة، زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. كده خلصت اول قطعة معايا. هعينها واشيلها واعمل تاني واحدة اهو. هعمل كمان واحدة. هحط قبل اي حاجة لازم ادهن الصينية زيت. لو دي ما جاتش فايه المفروض ان انا اقولها؟ ان قبل ما احط اول يعني قبل ما ابدأ القطعة ديت لازم احط زيت علشان ما تلزقش في الصينية واكون ضيعت اللي ايه اللي انا بعمله اهو. اتأكد ان هي فيها زيت كويس تحت، واحط حبة برضو على العجين اللي انا بعمله علشان تفرد معايا كويس. يا جماعة سهلة جدا وبسيطة، وطلع طعمه تحفة جدا. وهتشوفوا دلوقتي وهتجربوا ان شاء الله وهيعجبكم جدا. فردتها اهو كبيرة بقى اهي. وانا بعمل لازم افرغ كده، احس ان هي يعني مش لازقة اهو. شايفين كده؟ بساعد ان هي تفرد اكتر. شايفين رقيقة جدا اهي، مفرودة خالص. واهو اجيب بقى احط بقى ايه. بكون برضو السمنة معايا سايحة. اتأكد ان هي برضو ما جمدتش ولا اي حاجة، علشان احنا طبعا الدنيا برد شوية اهو زي ما انتوا شايفين كده. احط بقى القطعة اللي انا كنت لسه عاملاها احطها في قلبها واطبق عليها. احط سمنة اهو. كل حتة بطبقها لازم احط سمنة علشان اخد التوريقة الحلوة اللي هي ايه بتاعة الفطير اللي احنا بنحبها. هعين دول كده 2. انا لو عايزاها مش تخينة قوي هسيبها كده في الصينية شوية. الاتنين دول اللي جوا بعض هسيبهم شوية وهفردهم، يعني حوالي اسيبهم 10 دقايق وافردها في الصينية واسويها على كده. لكن انا عايزاها تخينة شوية ويعني ماسكة نفسها كده حلوة معقولة. كده عملت تالت طبقة. هحط الاتنين التانيين فيها عادي يا جماعة. انا مش فارق معايا التقطيع ديت، مش هتبان اصلا في الاخر. فاحط بقى كده. انا عايزاها كده. هي انا كده خلاص خلصت ديت كده اول واحدة.
بالشكل ده. انا هحطها بقى في صينية واسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق، على ما افرد الباقي هتكون ارتاحت. المهم انا كده هعمل بقى بفرد واحدة وهوريكوا ديت انا هحشيها. علشان احشي هنشوف ازاي وامتى هحط الحشو. افرد كده. جبت بقى معايا سكر وقرفة وجوز الهند وزبيب، هخلطهم كده مع بعض. طبعا بتقدروا تحطوا اي حشوة انتوا بتحبوها، حلوة حادقة دي حاجة ترجع لكم. نعمل ديت واحدة كده حلوة. عايزة اقول لكم ان القرفة معاها كانت حاجة فظيعة، هتعجبكم جدا جدا لو جربتوها بالطريقة دي يا جماعة اول طبقة في الفطيرة. انا بحط فيها الحشوة واقفل عليها كويس وهسيبها برضو. واعمل كمان الطبقة التانية، حط زيت ماشي اهم حاجة. فردتها خلاص، ونفس الموضوع اللي عملته في الاول هعمله تاني. عليها الزبدة وهرجع احط الطبقة اللي انا مقفلاها ديت اللي فيها الحشوة يا جماعة زي ما احنا متفقين. وبرضو كل طبقة هطبقها احط فيها زبدة من اللي انا فيها. انا هعملها 3 طبقات، اعملوها على كده هتكون برضو حلوة، بس هتكون مش تخينة قوي. ودي تالت طبقة احط فيها برضو الطبقتين اللي انا طبقتهم اهم. هقفل عليها بقى كويس. هجيب صينية كده بقى مدهونة بالزبدة، ارجع فيها تاني الفطيرة، تستريح بس 10 دقايق وبعدين تفرد علشان هتلاقوها بتتفرد بسهولة جدا وناعمة خالص خالص. ادي واحدة كده من اللي مرتاحين. يعني الحقيقة دي كانت التانية ما اتفردتش على طول، انا يا دوب بس فردت الفطيرة اللي قبلها كده ما لحقتش تاخد اللي بعدها قصدي، فما لحقتش تستريح وتتفرد بسهولة. يعني المفروض ان انا اسيبها ديت لاخر واحدة، للاخر يعني. اهي دي بقى اول واحدة عملتها، شايفين بقى بتفرد بسهولة ازاي، طرية وناعمة وجميلة جدا. في الوقت ده انا لازم اكون مشغلة الفرن وبسخنه، اكون حاطة الشبكة بس تحت او رف، لان هو بيدخل الفرن سخن قوي يعني. ومش بوطي النار، انا بدخله فرن سخن قوي وبتفضل النار عالية وهي على اخر حاجة تحت. يعني احط الشبكة بس علشان طبعا ما يتحرق حاجة. وبشغل النار من فوق على درجة دي علشان ما تحرقش من فوق ويكون لسه ما استواش من جوه او من تحت. واحط بس رشة كده من الزبدة فوق علشان اخد اللمعة الحلوة بتاعت الفطير. هنشوف بقى خلاص. انا كده بسوي قوي يا جماعة، شايفين ما شاء الله بتنفش وجميلة، شايفين منفوشة ازاي وابتدت بقى تحمر كده معايا اهو. انا كده سويتهم خلاص. انا لو عايز اكلهم مقرمشين كده ومحرمشين باكلهم بالطريقة دي خلاص كده، ده اقدر اكله لحد كده. بعدين انا لا، انا عايزاها طرية، اروح حاطة ديت عليها، احط الاتنين على بعض وهقفل الصينية عليهم اهو. وهروح مغطياها كمان بفوطة. انا في الوقت ده كنت حاطة اللي هي المحشية جوه في الفرن، حطيتها بعد ما استوت اهي، حطيتها بعد ما استوت تحت الصواني علشان تضطر حبة. بعد ما اضطروا كده هحطهم بقى في طبق، واحط بقى شوية عسل اسود، احط شوية عسل نحل، احط جبنة، احط مش، دي حاجة بترجع لنا. خلاص كده يا جماعة، عايزة اقول لكم ان هما كانوا طعمهم تحفة. دي بقى المحشية يا جماعة، شايفين شكلها عامل ازاي اهي. هحط بقى انا عندي كده مكسرات فيها عسل، هرش رشة كده من فوق بس، بحط واحدتين مكسرات كده اهو. رشيت بقى كده حبة. عايزة اقول لكم ان القرفة مع الحشوة ديت يا جماعة كانت حاجة ملهاش حل، حلوة 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 يعني. نقص كده حتة كده بالمقص كده عشان اوريكم من جوه شكلها عامل ازاي اهي. شايفين؟ بصوا بقى كده، شايفين بقى القرفة مع الحشوة ديت جميلة خالص، ان شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى لو عجبكم ما تنسونيش تعملوا لي لايك واشتراك في قناتي اهي. شايفين الشكل بقى من جوه اهي.
شايفين حلوة ازاي؟ هتعجبكم قوي. وطبعا طريقة الفرد ديت انا مش محتاجة بقى لا صينية كبيرة ولا طبلية كبيرة زي ان هما الفلاحين ما بيعملوا يعني. انا بسطتها على نفسي وعليكم وان شاء الله تعجبكم جدا. وده التاني اهو شايفين. هوريكم برضو التوريقة بتاعته، هتعجبكم قوي. هقصلكوا حتة، شايفين برضو من تحت مستوي ازاي. طبعا طريقة التسوية ودرجة التسوية بترجع لكم، بتحبوها متحمرة قوي حمروها، ما كدهش خلاص براحتكم. حمزة كان مستعجل على فكرة وكان عايز ياكل. اهي شايفين جميلة ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.